حقائق تكشف لأول مرة عن حرب أكتوبر. ياه، احنا بقالنا 50 سنة بنسمع الجملة دي. ده حقيقي، بس المرة دي الموضوع مختلف. طب هو إيه الحوار؟ خليك معايا وأنا هقول لك. أنا مصطفى الغريب وده سؤال. الجديد بقى المرة دي إن وزارة الدفاع بنفسها نشرت على موقعها وثائق جديدة ونادرة عن حرب أكتوبر سنة 73 بخط الإيد، وكانت متضمنة التخطيط الاستراتيجي العسكري لحرب أكتوبر وإدارة الحرب بمراحلها لحد وقف إطلاق النيران. والوثائق اتضمنت كمان طريقة تصفية الثغرة ممثلة في الخطة شامل وشامل المعدلة. ووزارة الدفاع قالت في النقطة دي إن الحرب الدعائية والإعلامية جزء لا يتجزأ من العقيدة العسكرية الإسرائيلية، وتضخيم إنجازاتها علشان تتصور إعلاميا على إنها انتصار باهر، وده في حين إن معركة الثغرة كانت محاولة فاشلة لتقليص حجم الانتصار المصري وحفظ ماء وجهها وكرامتها اللي سقطت في الحرب الحقيقية الوحيدة اللي دخلتها ضد الجيش المصري رغم الدعم الأمريكي. الوثائق كمان كان فيها مجموعة كبيرة بخط الإيد لعمليات وقرارات مهمة خلال الحرب، زي الضربة الجوية والتمهيد النيراني وعبور القناة وتدمير خط بارليف وتكوين رؤوس الكباري وتطوير الهجوم شرقا وتداعياته، وكل اللي حصل في الثغرة بالإضافة لفض الاشتباك وانسحاب القوات الإسرائيلية وغيرها كتير من الأسرار بجانب بعض مذكرات القادة. المهم حد يجي يسألني يقول لي اشمعنى الوثائق دي خرجت الوقت ده بالذات؟ أقول لك ده سؤال عظيم. الوثائق اللي انتشرت دي بتحمل دلالات مهمة في التوقيت الحرج ده واللي بتمر فيه المنطقة بأزمة غير مسبوقة، وبتخلينا وبتخلي التانيين يفتكروا كويس احنا عملنا ايه زمان، ورسالة للعالم كمان انه برغم الظروف اللي كنا فيها وقتها قدرنا نعملها. دي رسالة بتأكد ان مصر دولة قوية ورشيدة وبتتعامل بحكمة بأسس وثوابت مش بالعواطف والأهواء. دمتم ودامت مصر حرة مزدهرة قوية أبية. سلام.